السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه بلو سكاي. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل النقشه دي. زي ما انتم شايفين شكلها كده عباره عن سبعات مفرغه. تمام، اسمها بالانجلش ايلت شيفرون. ما اعرفش صراحه اسمها ايه بالعربي، بس منكم لو عارف ممكن يحط لي اسمها تحت في الكومنتات. تمام، النقشه شيك جدا ورقيقه، ممكن تستخدميه في حاجات كتير، سواء مثلا كوفيه، شال كبير، جوانتي، شراب، او تحطيها في بلوفر. شكلها شيك جدا، ممكن تكرريها كذا مره. ايه الحاجات اللي استخدمتها في النقشه دي؟ استخدمت خيط هيمالايا افري داي، خيط التخييم بتاعها. استخدمت ابر مقاس 5.5 مللي، واستخدمت ستيتش ماركر. تمام، دي الحاجات اللي استخدمتها. ايه الحاجات اللي انت محتاجه تبقي عارفاها قبل ما تقدري تعملي نقشه زي دي؟ تمام، لو انت مبتدئه محتاجه تبقي عارفه الغرزه العدله والغرزه المقلوبه، متدربه عليهم كويس. وكمان طريقه التنقيص القديمه اللي هي بتخشي في اللوب الامامي بتاع الغرزتين، طريقه التنقيص بتاعه الغرز العدله، ودي انا كنت عامله لها فيديو وبرده هشرحها هنا بحيث تبقى واضحه بالنسبه لكم. لكن لو مش واضحه برده في الفيديو ده يبقى لازم تتفرجي على الفيديو اللي انا عاملاه ليها. تمام، في بقى طريقه تنقيص جديده اسمها BSSO، وفي كمان انك تاخدي لفه خيط على الابره قبل ما تشتغلي الغرزه اللي بعديها. الاثنين دول انا هحاول اوضحهم في مقطع ان شاء الله قدام شويه في الفيديو قبل ما نبدا في الباترن. ودي كده الحاجات اللي محتاجه تبقي عارفاها. هبدا دلوقتي هتكلم عن الباترن. النقشه بتاعتي العرض بتاعها اللي هو عدد الغرز عباره عن 9 غرز. تمام، والطول بتاعها اللي هو عدد الصفوف عباره عن 8 صفوف. انا هنا في النقشه مكرراها مرتين في الطول والعرض، حاطه ستيتش ماركر هنا وهنا عشان يفصل ما بين النقشه والنقشه. يعني اول نقشه مكونه اللي هو اول تكرار اللي هو ما بين الاثنين ستيتش ماركر دول، وادي تاني تكرار. يعني كل سبعه واحده بس من دول مكونه في العرض 9 غرز والطول 8 صفوف. فهتلاحظوا هنا انا مكرراها 1 2 3 4. تمام، يبقى انا اشتغلت التكرار بتاعي 4 مرات، وانت هتكرريها في العرض براحتك. يعني انا هنا زي ما قلت مكرراها مره، ادي الثانيه، انت مكرريها 3 4 5 على حسب العرض اللي انت عايزه تعمليه. مثلا لو عايزه تعملي شال كبير، والطول نفس الكلام، اول ما تخلصي الصف الثامن هتبداي على طول في الصف الاول وكرريها كذا. 8 صفوف دول هتكرريهم كذا مره لحد الطول اللي انت عايزاه. تمام، انا هنا حاطه ستيتش ماركر هنا وستيتش ماركر هنا وواحد في النص، 3 ستيتش ماركر عشان يعلم النقشه بتاعتي. ادي واحده ادي الثانيه. تمام، يعني دي التكرار الاول وده التكرار الثاني في العرض. وحاطه 2 غرزه هنا و2 غرزه من هنا عشان دول الحرف، عشان يخلوا النقشه بتاعتي اللي هو السامبل نفسه يمسك نفسه كده ويقف. تمام، فحاطه الغرزتين دول والغرزتين دول يمثلوا غرز عدله من على الوش ومن على الظهر. تمام، النقشه بتاعتي مكونه من 8 صفوف في الطول زي ما قلت. انا هنا شغاله كقطعه مستقيمه. تمام، فدلوقتي المفروض الصفوف الفرديه اللي هي 1 3 5 7 هتبقى على الوش، وهي دي اللي هتبقى فيها النقشه. تمام، الصفوف الزوجيه اللي هي هتبقى على الظهر، تمام، هتبقى 2 4 6 8، ودول هيبقوا غرز مقلوبه فقط، مفيهاش اي تفكير. تمام، غرز مقلوبه بس. يبقى دلوقتي انا بشتغل كقطعه مستقيمه، هشتغل على الوش وعلى الظهر. الصفوف الفرديه اللي هي هتبقى على الوش 1 3 5 7 هتبقى النقشه. الصفوف الزوجيه اللي هي هتبقى على الظهر 2 4 6 8 هتبقى غرز مقلوبه. لو انت بقى عايزه تشتغلي النقشه دي كقطعه دائريه هتشتغليها ازاي؟ هتشتغليها على الوش فقط، مفيش ظهر. فدلوقتي الصفوف الوش ثابته تمام زي ما هي، لكن الصفوف الزوجيه اللي هي 2 4 6 8 هتشتغليها على الوش، بدل غرز مقلوبه هنا هتشتغليها غرز عدله. يبقى كله هيبقى عباره عن غرز عدله. يعني دلوقتي الاختلاف الوحيد ما بين انك تشتغلي النقشه كقطعه مستقيمه او كقطعه دائريه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الصفوف الزوجيه. تمام، اللي هي 2 4 6 8 هيبقوا هنا كقطعه مستقيمه غرز مقلوبه على الظهر، كقطعه دائريه هيبقوا غرز عدله على الوش. لكن الصفوف الفرديه اللي هي 1 3 5 7 تمام هيبقوا زي ما هم بالظبط، سواء كقطعه مستقيمه او قطعه دائريه. تمام، يا رب اكون دلوقتي وضحت الفرق. وان شاء الله هكتب لكم صف تحت على الشاشه وانا شغاله، وهكتب لكم الباترن كامل تحت في الديسكربشن بوكس اللي هو صندوق الوصف. تمام، سواء هتشتغلي الباترن كقطعه مستقيمه او قطعه دائريه هكتب لكم الاثنين. تمام، السامبل بسيط جدا، النقشه بتاعتي سهله جدا وبسيطه، كلها غرز عارفينها اللي هي الغرز العدله والغرز المقلوبه. فيها طريقه تنقيص قديمه انا كنت عامله لها فيديو قبل كده. تمام، ودي برده بسيطه. في بقى طريقه تنقيص جديده اسمها BSSO. طريقه التنقيص الجديده دي انا ما شرحتهاش قبل كده. تمام، هعمل لكم مقطع دلوقتي لطريقه التنقيص الجديده اللي اسمها BSSO. وبرده طريقه انك تاخدي لفه خيط على الابر قبل ما تشتغلي برده هشرحها في المقطع اللي جاي، يا ريت تتفرجوا عليه الاول قبل ما نبدا في الباترن. تمام، اول
طريقه للتنقيص بتاعه الغرز العدله بسيطه جدا، ودي انا شرحتها في فيديو قبل كده. بدل ما تدخلي في اللوب الامامي بتاع الغرزه دي بس، بتدخلي كمان في اللوب الامامي بتاع الغرزه اللي جنبيها. يعني تمام، يبقى المفروض هتدخلي في اللوب الامامي بتاع الغرزتين دول كده. ممكن توضحيهم لنفسك زي ما انا بعمل كده، بدخل جواهم اشدهم شويه عشان يبقوا واسعين. بدل ما تدخلي في دي بس، هتدخلي كمان في اللي جنبيها. شايفين شكلها؟ واقوم واخده لفه على الخيط واخرج. ودي انا عامله لها فيديو قبل كده، انا شايفه ان هي بسيطه جدا. الطريقه التانية في التنقيص هي دي الطريقه الجديده، تمام، اللي هنستخدمها في الغرز العدله. بعمل ايه؟ هنقص الاتنين دول مع بعض ازاي؟ هدخل في الغرزه دي كده، تمام، كاني اعملها غرزه مقلوبه. شايفين انا دخلت في اللوب الامامي بتاعها والخيط ورا لسه، هقوم سحباها من غير ما اشتغلها. تمام كده انا سحبتها. الغرزه اللي بعدها هشتغلها غرزه عدله عاديه. بعد كده هعمل ايه؟ بالابره دي هدخل جوه الغرزه المسحوبه واقوم مخرجاها من دي. ازاي؟ بالابره دي هقوم داخله في اللوب الامامي بتاع الغرزه المسحوبه. شايفين اهو من فوق حتى شكلها واضح جدا، واقوم شداها كده واقوم رفعاها فوق الغرزه التانية واخرجها منها. تمام، هي دي طريقه التنقيص بتاعه الغرز العدله. هوريها لكم مره كمان. هدخل في الغرزه الاولانيه اسحبها كانها غرزه مقلوبه والخيط ورا واقوم سحباها. الغرزه اللي بعدها هقوم شغلاها غرزه عدله. تمام، بالابره دي هقوم داخله جوه الغرزه المسحوبه في اللوب الامامي بتاعها كده. شايفين؟ واقوم شداها واقوم رافعاها فوق دي كده. احاول ارفعها فوقيها واخرجها كاني بقفل الغرز. في حاجه تانية برضو محتاجين نفهمها قبل ما نبدا في الفيديو، هو احنا ناخد لفه على الخيط قبل ما نبدا. ازاي ناخد لفه على الخيط؟ بناخد لفه على الخيط كده، الموضوع بسيط اهي كده، وناخد لفه على الخيط كده. بس انتي لو اشتغلتي الغرزه اللي بعدها المنظر ده هتقوم واقعه كده. تعملي ايه؟ هتاخدي لفه وتقومي ماسكاها كويس عشان ما تقعش منك، فتقومي ماسكاها كويس وتبداي تشتغلي الغرزه اللي بعدها، اللي هي بعدها مثلا غرزه عدله. تمام، فهتبقى هنا في لفه وفي غرزه عدله. اول حاجه هاخد لفه على الخيط كده وامسكها كويس عشان ما تقعش مني، دي اهم حاجه، امسكيها كويس ما تسيبيهاش. بعد كده هبدا انقص بالطريقه اللي انا وريتها لكم، اللي هي بالابره دي هقوم داخله جوه الغرزه دي كده كاني هشتغل غرزه مقلوبه واقوم سحباها، ولسه برضو امسك الحته دي عشان ما تروحش مني. شايفين من ورا عامله ازاي؟ بعد كده تشتغل الغرزه اللي بعدها غرزه عدله. بعد كده تقومي واخده الغرزه المسحوبه تخشي جواها وتقومي مخرجاها. يبقى هنا في لفه وكمان التنقيص. دلوقتي هبدا اشتغل معاكم الباترن من الصف الاول. وزي ما قلت ان انا حاطه 2 غرزه عدله من هنا و2 غرزه عدله من هنا على الوش وعلى الظهر عشان بس السامبل يبقى ماسك نفسه. وزي ما قلت برضو ان انا مكرره التكرار بتاعي مرتين، واحده ما بين ال2 ستيتش ماركر دول والتانية ما بين ال2 ستيتش ماركر دول. يبقى كده 1 2. زي ما قلت انت ممكن تكرريهم براحتك. وهبدا معاكم في الصف الاول وهكتب لكم صف على الشاشه. اول حاجه هشتغل الحرفه. هسحب اول غرزه من غير ما اشتغلها، ودي عاده عشان بس الايدج يبقى شكله نظيف. وبعد كده هشتغل غرزه عدله. يبقى كده انا خلصت الغرزتين بتوع الحرف، ودول مالهمش دعوه بالباترن. هنقل الستيتش ماركر وابدا اشتغل الباترن بتاعي. الصف الاول 4 غرز عدله. كده انا خلصت بعد الستيتش ماركر اهو بدايه الباترن 4 غرز عدله. بعد كده هبدا في التنقيص، طريقه التنقيص الجديده اللي انا قلت عليها اللي اسمها BSSO. بس الاول هاخد لفه خيط على الابره قبل ما اعملها. اللي منكم قدم الفيديو بسرعه وما اتفرجش على المقطع اللي انا عاملاه شرحه فيه ازاي تاخدي لفه خيط وتعملي طريقه التنقيص دي اللي اسمها BSSO، يا ريت يتفرج عليها الاول، انا شارحه فيها بطريقه واضحه اكتر. تمام، دلوقتي هبدا ايه؟ هاخد الاول لفه خيط على الابره في الاتجاه ده كده وامسكها عشان ما تقعش مني. بعد كده هعمل طريقه التنقيص. اول غرزه هدخل جواها كانها غرزه مقلوبه والخيط ورا اهو، واسحبها من غير ما اشتغلها ولسه ماسكه لفه الخيط. الغرزه اللي بعدها هشتغلها غرزه عدله. تمام، لو انا سريعه اتفرجي على المقطع الاول. بعد كده بالابره دي هدخل جوه الغرزه المسحوبه. دلوقتي المفروض عندي لفه خيط، غرزه مسحوبه، غرزه عدله. تمام كده، بالابره دي هدخل جوه الغرزه المسحوبه في اللوب الامامي بتاعها كده، اقوم شداه ومخرجاه من فوق دي كاني بقفل الغرز. هي دي يا جماعه طريقه التنقيص اللي اسمها BSSO. بعد كده هشتغل 3 غرز عدله. كده اكون خلصت التكرار. زي ما قلت هتكرريه لحد يعني اللي انت عايزاه. شوفي انت هتكرري اصلا ال9 غرز دول كام مره. انا هكررهم هنا زي ما قلت مرتين فقط. فانا هعمل معاكم تاني الصف الاول. اول حاجه 4 غرز عدله.
بعد كده هاخد لفة خيط، اسحب الغرزة اللي بعدها من غير ما اشتغلها، بعد كده الغرزة اللي بعدها هشتغلها غرزة عدلة. يبقى دلوقتي انا عندي 3 غرز، غرزة مسحوبة، غرزة قصدي لفة خيط، غرزة مسحوبة، غرزة عدلة. بالابرة دي هدخل جوه الغرزة المسحوبة اللي هي في النص دي، واقوم مخرجاها من الغرزة العدلة فوقيها كده. بعد كده اشتغل 3 غرز عدلة. يبقى كده انا خلصت التكرار التاني. زي ما قلت هتكرريها كذا مره لحد العرض اللي انت عايزاه. بعد كده هشتغل الغرزتين العدلين بتوع الحرف والف عشان اشتغل الظهر. الصف التاني هيبقى في الظهر اللي هي الصفوف الزوجيه اللي قلت عليها، زي التاني والرابع والسادس والثامن، هيبقى كلها غرز مقلوبه. وبرده زي ما قلت انا الكلام ده كله شرحاه في الاول، اللي منكم قدم الفيديو بسرعه يا ريت يتفرج على الفيديو من اوله. الغرز دي اللي هي بتاعت الظهر اللي هي التاني والرابع والسادس والثامن، تمام. الصفوف الزوجيه دي هتشتغلها على الظهر في القطعه المستقيمه دي غرز مقلوبه. لو انت شغاله قطعه دائريه هتشتغلي على الوش فقط فهيبقوا غرز عدله. هسحب اول غرزه من غير ما اشتغلها، بعد كده هشتغل غرزه عدله، وبكده اكون خلصت الغرزتين بتوع الحرف. هنقل الستيتش ماركر وابدا في الباترن بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ غرز مقلوبه كلها، تمام، لحد الستيتش ماركر ده عشان نعمل الغرزتين العدلين بتوع الحرف. لو انتوا شايفيني سريعه فده عشان انا عارفه ان انتوا المفروض تكونوا عارفين الغرزه العدله والغرزه المقلوبه بتتعمل ازاي. الطريقه الجديده الوحيده هي طريقه التنقيص بتاعه البي اس اس او، ودي انا عملت لها مقطع في اول الفيديو. يعني المفروض بقيه الحاجات التانية انتوا عارفينها، وطريقه التنقيص العاديه برضو انتوا عارفينها لان انا عامله لها فيديو برضو قبل كده. كده وصلت للستيتش ماركر ده، هنقله وابدا اشتغل 2 غرزه عدله بتوع الحرف. بعد كده هلف على الوش وابدا في الصف الثالث اللي هو الصف الفردي. اول حاجه هشتغل غرز الحرف، هسحب اول غرزه من غير ما اشتغلها، وبعد كده هشتغل غرزه واحده بس عدله، وبكده اكون خلصت الغرزتين بتوع الحرف. بعد كده هنقل الستيتش ماركر وابدا في الصف الثالث. اول حاجه هشتغل 2 غرزه عدله، 1 2. بعد كده هستخدم طريقه التنقيص اللي انا عاملاها فيديو قبل كده، طريقه بسيطه جدا. بندخل في اللوب الامامي بتاع الغرزه دي والغرزه دي. المفروض الغرزه العدله بتتعمل ازاي؟ بندخل في اللوب الامامي بتاعها كده ونشتغلها عادي، صح؟ المفروض احنا هنعمل ايه؟ هندخل في الغرزتين في اللوب الامامي بتاعهم هما الاثنين كانهم خيطين لازقين في بعض، تمام. فانا هدخل في في اللوب الامامي بتاعهم هما الاثنين. ممكن لو ضيقه تقومي داخله قدامهم كده وتشديهم الاول جامد وبعد كده تخشي جواهم. بعد كده هتاخدي لفه خيط على الابره، بعد كده هتشتغلي غرزه واحده بس عدله، بعد كده هتاخدي لفه خيط تاني على الابره وتشتغلي طريقه التنقيص. طريقه التنقيص الجديده دي اللي هي اسمها البي اس اس او دايما قبليها لفه خيط، وطريقه التنقيص القديمه اللي انت تخشي في اللون الامامي بتاعهم هما الاثنين دايما بعديها لفه خيط، تمام. دي قاعده. هسحب اول غرزه من غير ما اشتغلها، الغرزه اللي بعدها هشتغلها غرزه عدله، بعد كده هدخل بالابره دي جوه الغرزه المسحوبه، تمام، واقوم مخرجاها منها. بعد كده هشتغل 2 غرزه عدله، وبكده اكون خلصت التكرار الاول ال9 غرز. هعيدهم تاني. هشتغل 2 غرزه عدله، بعد كده هعمل ايه؟ هشتغل غرزتين مع بعض بالطريقه العاديه، وزي ما قلت على طول بعديها بيبقى فيه لفه خيط. وطريقه التنقيص الثانيه اللي هي اسمها البي اس اس او دايما قبليها لفه خيط. يبقى هنقص الاثنين دول مع بعض، زي ما قلت ممكن تخشي جواهم كده تشديهم الاول عشان تبقى مش ضيقه، بعد كده تخشي في اللوب الامامي بتاعهم هما الاثنين وتنقصيهم مع بعض. تاخدي لفه خيط بعديها على طول زي ما قلنا، تشتغلي غرزه واحده بس عدله، هتاخدي لفه خيط عشان هشتغل طريقه التنقيص الجديده. هسحب اول غرزه من غير ما اشتغلها، بعد كده الغرزه اللي بعديها هشتغلها غرزه عدله،
بعد كده بالابره دي هدخل جوه اللوب الامامي بتاع الغرزه المسحوبه واقوم مخرجاها من فوق الغرزه العدله. بعد كده هشتغل 2 غرزه عدله زي الاول، زي ما كل مره هتلاحظوا ان احنا بنشتغل 2 غرزه عدله من الاول، يبقى هننتهي ب2 غرزه عدله، يعني عدد الغرز اللي بنبدا بيها بننتهي بيها. بعد كده هنقل ستيتش ماركر واكون كده خلصت. بعد كده اشتغل الغرزتين بتوع الحرف. هلف على الظهر وابدا اشتغل في الصف الرابع اللي هو الصفوف الزوجيه، هتبقى كلها غرز مقلوبه. تمام، زي ما قلت لو قطعه دائريه مش هنلف، هنكمل تاني على الوش ونشتغل ساعتها الصفوف الزوجيه دي غرز عدله. اول غرزه اسحبها من غير ما اشتغلها، بعد كده اشتغل غرزه عدله، يبقى كده الحرف بتاعي، وانقل الستيتش ماركر وابدا اشتغل كل غرز مقلوبه لحد الستيتش ماركر الاخير عشان نعمل الحرف بتاعنا اللي هو ال2 غرزه عدله. كده انا وصلت لحد الستيتش ماركر، هنقل الستيتش ماركر واشتغل 2 غرزه عدله بتوع الحرف. بعد كده هلف على الوش عشان اشتغل الصف الخامس. هنقل الغرزه الاولانيه من غير ما اشتغلها كالعاده، واشتغل الغرزه اللي بعدها عدله. كده خلصت غرز الحرف. هنقل الستيتش ماركر وابدا اشتغل في الصف الخامس. الصف الخامس هبدا بغرزه واحده فقط عدله. تمام، بدأنا بغرزة عدلة هننتهي بغرزة عدلة. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ هعمل طريقة التنقيص اللي احنا عارفينها القديمة، وبعديها على طول هاخد لفة خيط زي ما قلت، هدخل فيها كده عشان اشدها. بعد كده هدخل جوه اللوب الامامي بتاعهم هما الاتنين كأنهم غرزة واحدة واشتغلهم عادي. اللي مش عارف الطريقة دي يتفرج على الفيديو بتاعها. بعد كده اخد لفة خيط بعديها على طول. بعد كده اشتغل 3 غرز عدلة، 1 2 3. بعد كده هاخد لفة خيط واعمل طريقة التنقيص اللي اسمها BSSO. هسحب اول غرزة من غير ما اشتغلها، الغرزة اللي بعدها هشتغلها غرزة عدلة. بالابرة دي هدخل جوه اللوب الامامي بتاعها الغرزة المسحوبة دي واقوم مخرجاها من فوق الغرزة العدلة. وبعد كده اشتغل غرزة عدلة واحدة فقط. بدأت بغرزة عدلة هنتهي بغرزة عدلة. هسحب الستيتش ماركر وابدأ اشتغل الصف الخامس مرة كمان معاكم. هشتغل غرزة واحدة بس عدلة، وبعد كده هعمل طريقة التنقيص اللي احنا عارفينها، بوسعها اهو. بعد كده ادخل جوه اللوب الامامي بتاعها واشتغلها غرزة عدلة، لفة خيط واشتغل 3 غرز عدلة، لفة خيط تاني واشتغل طريقة التنقيص. هسحب اول غرزة من غير ما اشتغلها، الغرزة اللي بعدها اشتغلها غرزة عدلة. بعد كده بالابرة دي هدخل جوه اللوب الامامي بتاعها، شايفين، واقوم مخرجاها من فوق الغرزة العدلة. وارجع اشتغل غرزة عدلة واحدة فقط. انقل الستيتش ماركر واكون كده خلصت واشتغل الحرف اللي هو الغرزتين العدلين. هلف واشتغل الصف السادس. تمام، اللي هو الصف الزوجي، هتبقى غرز مقلوبة. هشتغل الحرف الاول اللي هو غرزتين عدلين المفروض. بعد كده هنقل ستيتش ماركر واشتغل كل غرز مقلوبة لحد الستيتش ماركر ده.
بعد كده هنقل الستيتش ماركر واشتغل الحرف بتاعي اللي هو غرزتين عدلين. هلف على الوش عشان ابدا اشتغل الصف الاخير من الوش اللي هو الصف السابع. المفروض احنا ناقص لنا صفين، السابع والثامن. السابع هيبقى الوش اللي هو صف فردي، والثامن هيبقى على الظهر اللي هو صف زوجي. هشتغل الحرف، انقل الغرزه من غير ما اشتغلها، وبعد كده اشتغل غرزه عدله. كده خلصت الغرزتين بتوع الحرف. هنقل الستيتش ماركر وابدا على طول في الصف السابع. هعمل ايه؟ هبدا على طول بطريقه التنقيص اللي احنا عارفينها. تمام، هدخل جواهم كده عشان اوضحهم لنفسي عشان ما يبقوش ضيقين، وبعد كده هدخل في اللوب الامامي بتاعهم هما الاثنين واشتغلهم غرزه عدله. يبقى انا كده بدات على طول بعد الستيتش ماركر بالتنقيص. هاخد لفه خيط واشتغل 5 غرز عدله. بعد ما خلصت ال5 غرز عدله هاخد لفه خيط وبعد كده اعمل طريقه التنقيص اللي احنا عارفينها اللي هي اسمها الBSSO. تمام، المفروض تكوني خلاص اتعودتي عليها. هنقل اسحب اول غرزه من غير ما اشتغلها، بعد كده اشتغل غرزه عدله، بعد كده بالغرزه المسحوبه هدخل جوه اللوب الامامي بتاعها واخرجها من الغرزه العدله من فوقيها. هنقل ستيتش ماركر وبكده اكون خلصت. شايفين شكلها عباره عن 7 كده ومليانه خروم. لو انت شغاله بخيط رفيع الخروم دي هتبقى اصغر شويه من كده، لكن الخيط التخين موضح جدا الخروم، هتبقى شكلها شيك جدا لو عملتيها كوفيه. هعمل تاني التكرار بتاعي اللي هو هبدا على طول بطريقه تنقيص قديمه احنا عارفينها. بدخل باللوب الامامي بتاعهم هما الاثنين واشتغلهم غرزه عدله. بعد دايما باخد لفه خيط بعديها على طول اشتغل 5 غرز عدله. هاخد لفه خيط انقل اشتغل يعني الغرز اشتغل اللي هي الBSSO. تمام، هنقل غرزه اشتغل غرزه عدله، بالغرزه المسحوبه هقوم حطها فوقيها. تمام، بعد كده هنقل الستيتش ماركر واشتغل 2 غرزه عدله بتوع الحرف، وبكده اكون خلصت الصف السابع. تمام، هو ده شكلها. طبعا انت لو كنتي مكررها كذا مره تبقى برضه شكلها شيك جدا. هلف واشتغل الصف الاخير اللي هو الصف الثامن. اشتغل الحرف، هنقل الغرزه من غير ما اشتغلها، وبعد كده اشتغل غرزه عدله، انقل الستيتش ماركر وابدا اشتغل كل غرز مقلوبه لحد الستيتش ماركر الاخير ده عشان الحرف هيبقى غرزتين عدلين. هنقل الستيتش ماركر خلاص واشتغل غرزتين عدلين بتوع الحرف، اكون كده خلصت ال8 صفوف بتوع النقشه. ده كده يا جماعه هيبقى شكل النقشه. زي ما قلت انا مكرراها في العرض مرتين، ادي مره وادي مره، يبقوا كده 9 و9 18 غرزه. انت ممكن تكرريهم اكتر من كده. وفي الطول انا كررت اللي هو عدد الصفوف اللي هو المفروض 8 صفوف فقط، مكرراها مرتين، ادي مره وادي التانية. هو ده يا جماعه شكلها شيك جدا. ممكن تستخدميها في حاجات كتير جدا، ممكن تعملي بيها شال كبير او ممكن تستخدميها في جوانتي شراب تحطيها في اي حاجه تبقى شكلها شيك. وبكده اكون خلصت الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.